السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. ايه رأيكم في الشوكولاتة الجميلة دي؟ فريرو روشيه. عملتها سهلة وبسيطة وجميلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا على المقادير. انا عندي بسكوت ويفر، وعندي انا عاملها باللوز مش بالبن. جميلة وسهلة وبسيطة. وعندي بقى مكسرات. انا عندي شوكولاتة جالاكسي وشوكولاتة خام، وعندي صوص شوكولاتة. هنبدأ الأول وهكسر الويفر، وعندي الويفر طبعا بالشوكولاتة أو بالفانيليا براحتك خالص. إننا كده هنحط صوص شوكولاتة عليها، ويا رب إن شاء الله تعجبكم. هناخد بقى الشوكولاتة الجالاكسي وأحطها في حمام بخار لحد لما تسيح معايا، وهقطعها لحد كده علشان اسهل عليها ان هي تدوب خالص. انا عايزاها تبقى سائلة. وهقطع برضو الشوكولاتة الخام علشان تديني اللون والقوام الجميل بتاع الشوكولاتة، علشان ما تبقاش لا هي دارك ولا هي بالحليب، متوسطة يعني. انا هاخدها اهي وهحطها بقى في الحمام البخار لحد لما تدوب. هكسر بقى البسكوت الويفر بالطريقة دي، ههريه خالص، بس مش عايزاه يعني ناعم عشان يبقى في قرشة كده جميلة، والشكل اللي هو المجزع. احط بقى ايه صوص شوكولاتة معايا، وهضيف برضو شوكولاتة وهقلبها كويس، وهضيف مكسرات بندق لوز، اي نوع مكسرات عندك. انا عاملها بلوز، انت عايزه تعملها بالبندق. انا عملتها قبل كده يا بنات فريرو روشيه، عملتها بالبندق، كانت جميله جدا والطعم رائع. علشان كده بناء على طلب اولادي يعني انا عملتها لان حبوها جدا جدا، فقلت برضو اصورها وانزلها لحبايبي. انا احط المره دي بقى المختلف عنها، احط نسكافيه، قهوة نسكافيه سريعة الذوبان، احطها معاه. طبعا انتوا عارفين ان الشوكولاتة مع القهوة بتدي نكهة جميلة جدا وحلوة. بالطريقة كده عجناها. هاخد بقى معلقة الايس كريم زي ما انتوا شايفين، وافتح فتحة احط فيها اللوز علشان تبقى قد بعض. كل قطعة شوكولاتة جميلة جدا وتحفة، وإن شاء الله تعمليها وتعجبك جدا وتعجب ضيوفك. ممكن في الأعياد والمناسبات. كل سنة وأنتم طيبين، هتنفعكم جدا وهتبقى جميلة قوي وحاجة جديدة وسهلة جدا جدا. يعني بكم بقى قطعة بسكوت وقطعة شوكولاتة عملتيها؟ أنا كورتها بالطريقة دي. هخلص بقى كل الكمية إن شاء الله وأوريها لكم. وهنا أنا عملت الشوكولاتة ساحت ودابت. هحط البسكوتة فيها. ممكن لو عايزاها بس بالطريقة دي هتحطي من فوق بس المكسرات عادي خالص. بصي هحط المكسرات كده بالشكل ده تبقى من فوق، وهضيف المكسرات على الشوكولاتة علشان تدينا ايه الشكل الجميل المقرمش بتاع الشوكولاتة فريرو. وهحط كده الكور اللي احنا عملناها من البسكوت الويفر بالطريقة دي. شايفة التجزيعات والشكل الجميل؟ طبعا الشوكولاتة هتجمد وهتديك القرمشة الحلوة جدا بتاعت القرشة الحلوة بتاعت الشوكولاتة مع المكسرات، الطعم الجميل خرافي. هحط واخلص كل الكمية نفس النظام، واحطها في التلاجة لحد لما تجمد ان شاء الله بالطريقة دي، وهقدمها لكم. ويلا بينا. بالطريقة دي انا خلصت كده الشوكولاتة لما جمدت. شايفين جميلة جدا وتحفة، والشكل الأصلي ولا تفرق أبدا عن الفريرو روشيه الأصلية. بالطريقة دي أنا كده خلصتها، وأقدمها بطريقة حلوة وشيك في الكب كيك الصغيرة دي بتاعت الوردات. جميلة وشكلها حلو وشيك جدا تحفة. يا رب تكون وصفة سهلة وبسيطة وعجبتكم إن شاء الله، ويا رب أكون عند حسن ظنكم دايما. ما تنسوش إن شاء الله حابة تعملوا لايك وشير على قناتي مطبخ مها، ومع ألف سلامة.